الحلقة التانية من الموسم الأول من مسلسل ديكستر أوريجينال سين نزلت، وأنا الحلقة دي بينت لي حاجات كتير قوي. بينت لي الموسم ده أو بصفة عامة المسلسل ده هيكون شكله عامل إزاي، وهل هيكون فيه مواسم كتير منه ولا هيكون موسم واحد. ده عرفته من السياق بتاع الحلقة والحلقة كانت ماشية إزاي. ده إن كده المسلسل ده هيكون بنفس الطريقة وبنفس الترتيب بتاع المسلسل الأساسي بتاع ديكستر. إزاي إن كل حلقة أو كل حلقتين هيكون في قضية ديكستر أو ضحية ديكستر بيقتلها. فده أنا حابه جدا، حابب الفايب بتاع مسلسلات ديكستر او مسلسل ديكستر الاساسي نمشي عليه تاني ونعمل نفس الجو ده في نفس الاطار ده. وده بشكل كبير قوي حسب توقعاتي انا هيكون اكتر من موسم، وده انا حابه بصراحه، وحاسس ان هو هيكون جامد جدا نفس ديكستر. يعني كل الناس اللي كانت بتتابع مسلسل ديكستر هتتابع المسلسل ده وهتحبه عشان هيبقى نفس الفايب ونفس كل حاجه. بس في حاجه واحده بس انا عايزها تتعمل بصراحه في المسلسل ده، وهي ان مايكل سي هول من فتره للتانيه احنا عرفنا خلاص ان هو ما ماتش على حسب الموسم الثامن من المسلسل او الموسم اللي فات، يعني اللي اتعمل اللي بصراحه ما كانش عاجبني قوي. ان هو يظهر من فتره للتانيه، احنا كده خلاص يعني عرفنا ان هو ماتش، فيا ريت ان هو يظهر من فتره للتانيه ونعرف التطورات بتاعه القضيه بتاعته، عشان احنا شفنا باتيستا وهو شكله كبير ان هو راح للبلد اللي كان فيها ديكستر. فده انا حابب اشوفه جدا بصراحه، وحابب اشوف التطورات حتى لو يعني لو حلقه واحده في الموسم او حتى لو مشاهد قليله في المواسم بصفه عامه. ده انا احبه جدا وهيخلي الناس متحمسه اكتر ان هي تتفرج على المسلسل ده. في الحلقه دي بدات احس شويه ان الممثل بتاع ديكستر مش مدي نفس الفايب قوي بتاع ديكستر الاساسي. يعني مايكل سي هول برضو ليه طلته، يعني حاجه مستحيل انت تعرف تلاقيها في ممثل بسهوله. يعني وشه في حاجه او تحس ان هو في حاجه يعني شخصيته صعب ان انت تجيب ممثل شاب ويدي نفس الفايب، بس هو كويس. مش هقدر اقول ان هو اداني كل اللي انا عايزه من ديكستر، بس هو كويس لحد دلوقتي، مديني الشخصيه بتاعه ديكستر، قادر يعني مش متضايق، مش حاسس ان في فرق كبير بين الشخصيتين، لا هو متقن الدور بشكل كويس. بس ستيل يا جماعه في ناس بالنسبه لي بصراحه مش شبه الناس الاساسيين بتوعهم خالص. يعني اكترهم هاري اللي هو ابو ديكستر وديبرا اللي هي ديب اخت ديكستر، مش حاسس ان هم شبه ديبرا وهاري خالص الحقيقيين. فده مش حابه قوي، ولا حتى في الشكل. يعني في الشكل هاري مختلف تماما، شكل العيون ذات نفسه رفيع قوي وشكل هاري الاساسي اللي كان بيظهر في مسلسل ديكستر ما كانش كده. فده انا بصراحه ما كنتش حابه قوي. بس يا جماعه باتيستا مش طبيعي، باتيستا تحس ان هو ده، مش عارف اذا كان نفس الممثل خس ولاعبين شويه في الجرافيكس ولا ايه نظام، بس هو نفس الممثل بالظبط. يعني يا ريت الناس اللي عارفين الموضوع ده هل هو نفس الممثل ولا لا يقولوا لي، عشان بصراحه كسلت ادور في الموضوع ده. حلقه كمقبل كويسه، يعني حلقه حلوه زي ما قلت، اظهرت لنا الجانب اللي احنا هنتابعه بعد كده، والمسلسل بصفه عامه هيكون عامل ازاي. وحاسس ان هي بدات تقرب شويه من الاجواء والفايب بتاع ميامي بتاع مسلسل ديكستر القديم، وده انا حبيته قوي بصراحه. وبداوا يغيروا في الالوان زي ما انا قلت في الحلقه اللي فاتت ان الالوان كانت بارده قوي على اجواء ميامي. في الحلقه دي لو لاحظتوا الاجواء بدات تدفى شويه او الالوان بدات تدفى شويه، وده حبيته. تقييمي للحلقه دي من الموسم الاول الحلقه الثانيه هي 8 من 10، كانت حلقه كويسه جدا. وايه رايكم في الحلقه وتتمنوا تشوفوا ايه في الحلقات اللي جايه؟ اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.